السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. نبينا الأنور صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا أشد الحرص على أمته في إرشادهم إلى ما يحقق مصالحهم الدنيوية ويحفظ عليهم صحتهم وحياتهم. وقد أفردنا فيديو سابق يبين شيئا من ذلك فيما يتعلق بالتعامل مع الأواني التي نضع فيها الطعام أو الماء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا أن نفعل هذا في كل ليلة: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوقوا الأسقية أواني المياه، أوقوها يعني غطئوها أو اربطوها إن كانت مما يربط، وخمروا الطعام والشراب أي غطوه ولو بمنديل أو ورقة أو الغطاء الذي يكون للإناء، ولو بعود يعرضه، يعني إن لم تجد غطاء فضع عودا كالملعقة فوق الإناء الذي فيه الطعام أو الشراب. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفعل ذلك ونحن نذكر اسم الله، فقال: أوكي أي اربط أو غطي سقاءك إناء الماء واذكر اسم الله، وخمر إناءك يعني غطيه أي الإناء الذي فيه الطعام واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا إن لم تجد غطاء ضع عليه ملعقة مثلا بالعرض. وشرحنا السر في ذلك بالتفصيل. ويقول بعض العلماء: إذا كان الإناء فارغا أكفئه أي اقلبه، غسلت الكوباية اقلبها كده، غسلت الطبق اقلبه كده. أما إن كان فيه طعام فللحفاظ على ما فيه غطه ولا تقلبه حتى لا يضيع الطعام أو الماء الذي فيه. ومما وقفت عليه في شأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه أرشدنا إلى يوم الوباء السنوي. أيوة، يوم الوباء السنوي هو اليوم الخطير الذي يقع في كل سنة في شهر ديسمبر، فاحذروا هذا اليوم. ونحن في هذا الشهر في هذه الأيام. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء واذكروا اسم الله. ودي عرفنا معناها: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع أو نزل فيه من ذلك الوباء. يقول الإمام الليث بن سعد فقيه أهل مصر رحمه الله تعالى، وهو أحد رواة هذا الحديث: الأعاجم عندنا أي في مصر يتقون ذلك اليوم الذي ينزل فيه الوباء في كانون الأول، أي يتوقعونه ويخافون فيه، وهو الشهر الأخير رقم 12 من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. يقابله في التسمية الغربية شهر ديسمبر الذي نحياه الآن. إذن طوال العام يمكنك الاكتفاء في تغطية الأواني بعود أو ملعقة مثلا إن لم تجد غطاء، أو إكفائها على أفواهها بعد غسلها. أما في شهر ديسمبر فينبغي التشدد في أخذ الحيطة والحذر بالتغطية الكاملة، ولو بمفرش من البلاستيك الذي يفرش على الموائد حين نتناول الطعام. يوضع هذا المفرش فوق الأواني يغطيها جميعها، فينبغي ألا نترك إناء مكشوفا، خاصة تلك الأواني التي يمكن الاستهانة بتغطيتها، مثل كوب الماء الذي يوضع إلى جوار السرير أثناء النوم. كذلك إذا أردت استعمال إناء مغسول وكان مكشوفا، غسلت الكوباية ووضعتها في المطبقية في المكان المخصص لها، لكن كان فمها الفوق مفتوح ولم تكفئها قبل أن تضع فيها الماء أو تستعملها، اغسلها مرة ثانية رغم أنك غسلتها قبل ذلك. إذا وضع الإناء في دولاب أو في ثلاجة مثلا كما هي العادة في حفظ الطعام والشراب، فنرجو أن يكون ذلك كافيا في إصابة الأدب النبوي. أما عند الاحتياط فينبغي أن تبادر إلى تغطية الإناء سواء كان في طعام أو شراب، سواء كنت حتتركه برا الثلاجة أو الدولاب أو كنت ستضعه في داخل الثلاجة أو الدولاب، لأن ذلك أحسن وأسلم. طيب، ما الحكم في ذلك؟ يعني هل يجب أن أغطي هذه الأواني ولا استحباب؟ جماهير العلماء أن هذا الأمر للاستحباب، فهو إرشاد نبوي كريم للحفاظ على صحتك. ولكن بعض علماء الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص قالوا إن هذا واجب، والراجح أنه
مستحب من باب الإرشاد فقط. وقد ذكر العلماء عدة حكم لذلك. أولا صيانته عن الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف الأواني المغطاة كما شرحنا في الفيديو الذي أشرنا إليه. كذلك صيانة الأواني من الوباء الذي ينزل في ليلة معينة في السنة، تكون في شهر ديسمبر غالبا، ولا ندري في أي يوم في ديسمبر فنتحوط في الشهر كله. ثالثا من حكم تغطية الأواني صيانتها من الأمور المستقذرة التي قد تحصل لها في غيابنا، وصيانتها من الحشرات والهوام التي ربما تقع فيها فيشرب الإنسان دون أن يراها فيتضرر. وقد قرأت فيما قرأت أن هناك أياما يقال لها أيام جمبر في بلد الجزائر الشقيقة في التقويم الفلاحي عند أهل الجزائر. يبدأ جمبر بتاريخ 14 ديسمبر ويستمر حتى يوم 25 ديسمبر، ويوصون بعضهم أن يأخذوا حذرهم التام في هذه الأيام من 14 ل 25، ويقولون إنها تأتي في بداية الشتاء، وينصحون ألا يتناول الإنسان في هذه الأيام أيام جمبر من 14 ل 25 ديسمبر، ينصحون ألا يتناول الإنسان فيها شيئا من الشراب البارد أو أن يترك الأواني دون غطاء. ويذكرون أن أجدادهم وآباءهم توارثوا هذا التحذير وهم يواظبون عليه، وقد صدقوا في ذلك كما أشار إليه الإمام الليث بن سعد الذي ذكرنا قوله قبل قليل. طيب نقول مسألة مهمة، إذا نسي المسلم الإناء بدون غطاء في ليلة من الليالي، لم يغطي كوب الماء، لم يغطي طبق الطعام لا بغطائه ولا بوضع ملعقة عليه بالعرض كما شرحنا، فهل يرمي ما فيه ولا يشربه ولا يأكله أم يستعمله؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى أصحابه ذات مرة، فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ ليس الخمر، النبيذ هنا تمر وزبيب منقوع في مية، وقد عقدنا له فيديو سابق تحت عنوان حكم الخشاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ يعني وانت جايب الإناء كنت غطيه حتى لا يصاب بالأذى. فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإناء الذي لم يغطى وكان به طعام أو شراب يجوز أن تأكل ما فيه أو تشرب منه، وليست هناك أي حرمة. فالذي ينبغي للمسلم أن يتوكل على الله تعالى ويتناول ما في الإناء ولا يرميه لأجل الشك الذي قد يحصل له. وأيضا نوصيكم أن تقولوا في الصباح والمساء هذا الدعاء لتأمنوا من الأضرار من كل ما يضر في الدين والدنيا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وفي الختام